السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهارده البسبوسه، وصفه مميزه شويه ومختلفه ومش كتير بتنجح مع ناس. الناس بتشتكي البسبوسه بتفشل منها، بتنشف منها، مش بتظبط معاها، مش بتبقى زي بتاعه الحلواني. بامر الله النهارده في الفيديو هتطلعي احسن من الحلواني نفسه، هتطلع مرمله كده معاكي ودايبه دوب، هتبقي استاذه فعلا في عمايلها. بس هنمشي بقى على الخطوات البسيطه اللي هنتكلم عليها في الفيديو عشان تطلعي انجح صينيه بسبوسه. يلا كده نسمي الله ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجه كده وانت بتشتري السميد هتجيبي السميد السايب اللي من عند العطار، مش هتجيبي اللي في اكياس او في او المعلب اللي هو بتاع الشركات. هتجيبي السميد السايب، تمام، اللي ما بيكونش عليه اي اضافات. وانا هنا استخدمت كيلو من السميد، وهكتب لك في صندوق الوصف ازاي لو عايز تعملي نص كيلو، تمام. وهقول لك البدايل كمان اللي هتستخدميها في الوصفه. هننزل عليه بكوبايتين من السمنه، انا هنا استخدمت كوبايتين من السمنه، كوبايه سمنه بلدي وكوبايه سمنه صناعي، خلطتهم مع بعض، فككتهم كده على النار. انا عايزاهم دافيين مش سخنين، تمام. تقدري على فكره تستخدمي سمنه صناعي لو مش متوفر عندك السمنه البلدي. في المحلات على فكره بيستخدموا السمنه الصناعي، وبيضيفوا لها كده ريحه السمنه البلدي. بتشتري من عند العطار او من عند خامات الحلواني. وهتبسي بقى السميد كويس جدا، انا عايزاه السمنه توصل لكل جزء كده في السميد، بيبقى مرمل كده او مندي زي رمل البحر بالشكل اللي انت شايفاه ده. وفي كسرولة بقى وهتنزلي بكوبايتين الا ربع من الميه. وهنا انا استخدمت ميه في البسبوسه، عملتها بميه خالص وطلعت قمر وتحفه، واحسن بكتير من اللي بتتعمل باللبن وبالزبادي. حابه تعمليها بقى بلبن ده اختياري. هننزل عليهم بكوبايه ونص من السكر، وعليهم 5 معالق كبار من عسل النحل. طبعا لو عندك عسل الجلوكوز هتستخدميه، مفيش عسل الجلوكوز او عسل النحل هتستخدمي شربات تقيل بارد بتاع الحلويات، تمام. هنقلب كده كل المكونات وهندوب السكر، وهننزل عليهم برشة من الفانيليا وهنرفعهم على النار. انا برفعهم على النار كده عشان المكونات تمتزج مع بعضها والسكر يدوب. وهننزل بقى بعد ما دوبناهم كده على النار، هننزل عليهم على الخليط البسبوسة او على السميد. وفي المرحلة ديت بقى حاجة مهمة جدا، مش بنعجن خالص. اول ما بتنزل كده بتنزلي بالسوائل على السميد ويا دوب كده يمتزج مع بعضه بالشكل اللي انت شايفاه ده. يعني انا مش، اوعي تعجنيها، عجنتيها خلاص يبقى كده آه، البسبوسه فشلت جدا منك. لا هتشرب شربات وهتعضم، والجلوتين بقى اللي في السميد هيشتغل وبيخليها ناشفه جدا، تمام. كده حلوه قوي، ما تعجنيش كتير كده، تمام. بقت العجينه مظبوطه جدا وبتبقى بالقوام اللي انت شايفاه ده. عندي بقى هنا انا استخدمت صينيه مقاس 30 في 40، وهتنزلي بقى بخليط البسبوسة وهتفرديه. والصينية بتاعتي مناسبة جدا للكيلو من دي السميد. لو عندك بقى لو هتستخدمي لو هتستخدمي نص كيلو، لو هتعملي نص كيلو من السميد، هتقسمي طبعا المقادير وهتستخدمي صينية مقاس 30. ويفضل طبعا في البسبوسة ان انت تستخدمي الصينية اللي من غير حرف. وبنقسمها بقى قبل ما ندخلها الفرن بالشكل اللي انت شايفاه ده، بيسهل جدا بعد كده اما تيجي تقطعيها، تمام. عندك بقى اي مكسرات هتستخدميها، انا هنا استخدمت البندق، قطعت كده الواحده نصين. عندك بقى سوداني، عندك لوز، اي حاجه. لو مش عندك اي حاجه هتبقى حلوه جدا برضو. وعلى الفرن بقى، والتسويه مهمه جدا. اول ما بتدخليها الفرن طبعا بنعمل الشربات بتاعها لازم يكون سخن غير بقيه الحلويات. بنستخدم كميه السكر قد كميه الميه. انا هنا استخدمت كوبايتين ونص من السكر، عليهم كوبايتين ونص من الميه، عصير نص ليمونه، وعليهم رشه فانيليا، وهنرفعهم كده على النار. ويلا اقولك بقى التسويه المظبوطه. لازم تدخلي الكنافه سوري البسبوسه على فرن سخن، ما ينفعش تدخليها على فرن بارد. لو دخلتيها على فرن بارد بتمتص بتنشف جدا منك. لازم تدخليها على فرن سخن، وتكون كده الحراره بتاعتها اعلى من المتوسطه، يعني ما تكونش هاديه قوي، يعني بتكون اعلى من المتوسطه. اول ما بتلاقيها خدت اللون كده من الجناب وخدت اللون، تعرفي ان هي كده استوت واللون خدت لون من تحت. هتشغلي بقى الشوايه وهتاخد اللون القمر ده، وتطلعيها فاتحه شويه عشان لما بتحطي عليها الشربات آه بتغمق درجه او درجتين كمان، تمام. وعندك بقى الشربات لازم يكون سخن، يعني بتحطيها كده على نار هاديه عشان يستووا الاتنين مع بعض. وبتنزلي بقى بكميه الشربات كلها، ما شاء الله شربت الكميه كلها. هتنزلي كده بالشربات كوبايه كوبايه. اول ما بتشرب بتنزلي بالكميه التانية او بالكوبايه التانية.
وكده بقى هتبقي عملتي احلى صينيه بسبوسه. اول ما بتشرب بقى كده الشربات بنغطيها كده بورق فويل وبنسيبها بقى كده تبرد تماما، وتقطعيها بقى اول ما بتبرد. بسم الله ما شاء الله عليها، حاجه كده من الاخر تحفه، مرمله جدا ودايبه جدا. اظن الشكل بيتكلم عن نفسه، هتبقي فعلا احسن من الحلواني. اعملوها بقى بطريقتي وهنتظر رايكم في الكومنتات، واستنوني فيديوهات تانية كتيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.